السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواني الكرام، البداية غتكون مع فريق الوداد الرياضي اللي حقق فوز على ترجي التونسي في الدوري الافريقي، وكذلك نديروا اخر اخبار محترفين المغاربه والتالق ديالهم، كذلك والتنقيط ديال اللاعبين ديالنا ديال المنتخب المغربي. البداية غتكون مع فريق الوداد اللي كيفوز على فريق الترجي بهدف ل0، يعني النتيجة كما كنقولوا بهدف ل0، يعني حتى حاجة ما حسمات. باقي مباراة الذهاب اللي غتكون في تونس غتكون صعيبة، وكنتمناو ان شاء الله الفريق الوداد البيضاوي ياخذ ديك المباراة هذيك اما الفوز او التعادل باش يتأهل الى مباراة النهائي. وكما شفنا كذلك الاهلي خسر امام مالدي سان داونز الجنوب افريقي بهدف ل0، يعني المباريات صعيبه في الدور هذا، وكنتمنوا ان شاء الله الفريق الوداد التوفيق باذن الله. بالنسبه لطارق تيسودالي كيفوز مع فريق جينتا البلجيكي بثلاثه الاهداف مقابل هدف واحد. طارق تيسودالي في هذه المباراه هذه سجل الهدف الثالث للفريق ديالو، وكما كنعرفوا طارق تيسودالي غادي في مستوى تصاعدي مع الفريق ديالو. كنتمنوا ان شاء الله يبقى غادي مألق حتى لكأس افريقيا القادمه، كما كنقولوا محتاجين فيها اللاعبين، وكما شفنا المستوى ديال والد شديره وكذلك ديال حمد الله اللي طاح المستوى ديالهم. كنتمنوا ان شاء الله طارق تيسودالي يبقى في مستوى تصاعدي باش ان شاء الله يساعدنا في كأس افريقيا القادمه، والتقييم ديالو كان هو 7+7 في هذه المباراه هذه. بالنسبه لبلال الخنوس كيدخل كبديل مع فريق جينكا البلجيكي وكيربحوا بثلاثه الاهداف ل0. بلال الخنوس دخل في الدقيقه 75 من المباراه وقدم مباراه في المستوى رغم دخوله كبديل، والتقييم ديالو في المباراه كان هو 6+7، وكنتمناو له التوفيق. بالنسبه لاسماعيل الصيباري كيتالق مع فريق بيس فيندوفن الهولندي وكيربحوا اياكس امستردام ب5 الاهداف لهدفين. اسماعيل الصيباري سجل في هذه المباراه هذه، دخل بدايه الشوط الثاني يعني ما بداش كاساسي، لعب 45 دقيقه والتقييم ديالو كان جيد جدا، كان هو 7.9، وكنتمناو له التوفيق. ندوزو لسفيان امرابط اللي كيتلقاو خساره ثقيله امام مانشستر سيتي، تقف من نتيجه ثقيله بهذا المعنى الكلمه. وكيشنا مانشستر سيتي قدم مباراه العمر بكل معنى الكلمه، متعه كره القدم مانشستر سيتي. يعني سفيان امرابط لعب 45 دقيقه فقط مع فريق مانشستر يونايتد، وهذه المباراه الثانيه على التوالي كيخرج المدرب وكيلعب 45 دقيقه في دوري ابطال وكذلك في الدوري الانجليزي الممتاز. وكما شفنا سفيان امرابط لقى ورقه صفراء في هذه المباراه. بالنسبه لنايف اكرد حتى هو كيخسر مع فريق ويست هام امام ايفرتون بهدف ل0، وهذه الخساره الثانيه على التوالي النادي ويست هام بعد ما خسروا في الدوري الاوروبي امام اولمبيوكوس بهدفين مقابل هدف واحد. حتى اليوم كيخسروا، وكنتمناو له ان شاء الله التوفيق. بالنسبه لاشرف حكيمي كيفوز مع فريق باريس سان جيرمان على بريس بثلاثه الاهداف مقابل هدفين، بعد ما كانوا رابحين بهدفين رجع بريس وعاد للنتيجه وكانوا متعادلين هدفين مقابل هدفين، وجات ركله جزاء اللي سجلها كيليان مبامبي وربحوا بثلاثه الاهداف مقابل هدفين. كذلك اشرف داري دخل حتى نهايه المباراه في الدقيقه 85 من المباراه، وكما شفنا تلقاو الخساره بثلاثه الاهداف مقابل هدفين، وكنتمناو له ان شاء الله التوفيق. بالنسبه للثنائي ريال بيتيس اللي كيفوزوا على اوساسونا بهدفين مقابل هدف واحد، كل من الشادي رياض وكذلك عبد الصمد الزنزولي. الشادي رياض لعب كاساسي اللهم بارك وزيد في ذلك، وكيواصل الثقه ديال المدرب مانويل بيليغريني، وكذلك عبد الصمد الزنزولي دخل كبديل في الدقيقه 75 من المباراه ولعب امام فريقه السابق هو نادي اوساسونا، وكما شفنا ربحوا بهدفين مقابل هدف واحد، وكنتمناو لهم ان شاء الله التوفيق. بالنسبه ليوسف النصيري كيتعادلوا فريق اشبيليا هدفين مقابل هدفين، ما بداش كاساسي مع فريق اشبيليا وكانوا متاخرين بهدفين ل0 ورجعوا في النتيجه وتعادلوا هدفين مقابل هدفين. كنتمنى ان شاء الله يوسف النصيري يرجع للتسجيل، كما شفنا المباراه الاخيره ما كيسجلش المباراه ديالو. بالنسبه لامين عادلي كيتالق كذلك مع فريق باير ليفركوزن وكيربحوا اليوم بهدفين مقابل هدف واحد، وكذلك هما اللي متصدرين الدوري الالماني، وكنتمناو ان شاء الله امين عادلي يبقى غادي مع فريقهم متصدرين الدوري الالماني على نصير مزراوي اللي ربحوا يوم السبت ب8 الاهداف ل0 مع فريق باير. يعني كما كنشوفوا الصراع على الصداره في الدوري الالماني. بالنسبه لسليم املاح لعب كاساسي اليوم مع فريق فالنسيا وتعادلوا امام اتلتيكو بيلباو هدفين مقابل هدفين. كانت مباراه مشوقه بكل معنى الكلمه، وكما شفنا سليم املاح خرج في الدقه 59 من المباراه، وكنتمناو له ان شاء الله يبقى يلعب كاساسي ديما مع فريق فالنسيا، والتقييم ديالو كان هو 7.1.